عسلامة. المرة هذه حبيت نعمل حلوى برتغالية مشهورة برشا في العالم الكل، اسمها باستايش دوناتا. 300 جرام فرينة، 160 جرام ماء، و6 جرامات ملح. تلم العجينة لمان، مش لازم تعجنها برشا المرة هذه، ومن بعد خلاها ترتاح مدة 15 دقيقة، ويلزم تغطاها. بعد ما ترتاح 15 دقيقة نرجعها للخلاط الكهربائي ونزيد نعجنها 10 دقائق، ويلزم نعجنها بالباهي وتكون عجينة ملساء. من بعد نغطاها ونخليها ترتاح مدة ساعة كاملة. من بعد عندي 170 جرام زبدة التوريق وإلا زبدة حيوانية كما تحب. نحل الزبدة على شكل مربع، حطها في ورق الزبدة، ومن بعد نرش الرخامة ونحل العجينة شوية، ما نحلهاش معناها ما نكبرش في العجينة، شوية وبره نحلها، ونحط الزبدة ونسكر العجينة، نعملها على شكل ظرف، ونسكر الجناب مليح باش الزبدة ما تخرجش. من بعد نرش شوية فرينة ونحلها بالطول ونعرضها شوية، نحلها بالعرض شوية، ونعمل لها تور دوبل. يلزم كيف ما ننزلش على العجينة بالبرشا، يلزم نسيسها باش الزبدة ما تخرج، وننقص من الفرينة وقت اللي نعمل من بعد نعاود نعمل التور الثاني، نعمل تور دوبل، نحلها بالطول ونعرضها شوية، من بعد نغطاها ببلاستيك غذائي ونخليها ترتاح في الثلاجة مدة 30 دقيقة. بعد ما ارتاحت توا باش نحل العجينة، نرش شوية فرينة، ما نبالغوش في حطان الفرينة على الرخامة، نحلها بالسياسة وما نجودش فيها برشا، نرش عليها نبخها بفتيتة ماء، نكتة ماء، ونمسح الوجه متاعها، ومن بعد نرولاها ونلفها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح في الثلاجة مدة 30 دقيقة مرة أخرى. من بعد ناخذ إناء نحط فيه 185 جرام ماء و50 جرام سكر وعود قرفة وقشرة ليمون، ونغلي الماء على النار حتى لين يكتسب المذاق متاع الليمون والقرفة ويذوبك السكر.
يعني ما تغليوش برشا. نخلي الماء يبرد هذاك، وبعتالي ناخذ 250 جرام حليب و15 جرام و17 جرام نشا و25 جرام فارينة، هذوما نعملهم كريمة. 25 جرام فارينة و17 جرام نشا. بعد ما برد الستيرو نحطه على الكريمة اللي طيبتها ونحرك. وفي الأخير نحط الخمسة خمسة فص من البيض، فص البيض، فص الأصفر. السيرو يلزمك تحطه بارد. من بعد نصفي الكريمة، حطها في إبريق باش تنجم تحطها في الأكواب. من بعد نخرج العجينة ونقصها، يلزم السمك كما تشوفوه في الصورة. وناخذ القوالب وناخذ كل قطعة ونشكلها بالشكل هذا في القالب. يلزم القاعة متاع العجينة يلزم تكون رهيفة شوية باش تجيبلكم. واسكب الكريمة، ونكون محضرة الفور مسخنته على 180-170 درجة، ويلزم يطيبوا مدة 20-25 دقيقة. بعد ما تخرجهم خليهم يبردوا بالطبيعة،